ليه لازم تبقي مستقلة ماديا؟ انت ممكن يبقى عندك فلوس كتير جدا بس مش مستقلة ماديا، ممكن ما يبقاش معاكي فلوس اصلا بس مستقلة ماديا. طب ايه اللخبطة دي وازاي كده اصلا؟ طب ما تيجوا نشوف مع بعض يعني ايه الست تبقى مستقلة ماديا وازاي تعمل ده وتحققه خطوة بخطوة. يعني ايه بقى استقلال مادي؟ الاستقلال المادي هو انك ما تبقيش محتاجة اي دعم مادي من اي حد، من القريب او من البعيد ولا حتى من جوزك، مش محتاجة اي حد يصرف عليك. من الاخر انت مكفية نفسك بنفسك وعايشة ملكة وسلطانة زمان، وده اللي بيقولوا عليه الحرية المالية. الله، شفتوا اسمها حلو ازاي؟ الحريه الماليه، وليها ورايا تاني الحريه الماليه. حاسينها؟ شفتوا حلوه ازاي؟ الاستقلال المادي هنا مش معناه انك معاكي فلوس كتير وخلاص عماله تصرفي منها في الوقت اللي انت عاوزاه، ولا انك بتشتغلي ومعاكي مرتب يكفيكي ويكفي احتياجاتك. ما ستات كتير معاها فلوس وبتشتغل بس للاسف ما عندهمش استقلال مادي بالمعنى المظبوط. الاهم هنا من ان يبقى عندك فلوس كتير هو ان يبقى ليكي سيطره عليها وحريه التصرف فيه. يعني انت بس اللي بتاخدي قرار في الفلوس دي هتتصرفي فيها ازاي، فهتديريها ازاي، وهتزوديها برضو ازاي، ومش بتحتاجي لاي حد تاني يفكر لك هتعملي ايه بالفلوس دي او هتصرفيها ازاي. يعني ما ينفعش حد يقول لك انت صرفتي كتير او قليل، او ازاي تحطي الفلوس دي كلها في الحاجه الفلانيه. من الاخر لو بتاخدي قراراتك كلها بحريه ومن غير سيطره اي حد، نقدر نقول عليك انك عندك استقلاليه وحريه ماديه، والف الف مبروك. وبالمناسبه الفلوس دي ممكن تكون فلوس عندك في البنك بتجيب لك دخل شهري، او ورث، او مشروع خاص بيك انت. مفيش خلاف ان الفلوس هي مصدر امان لاي حد، فما بالك الست اللي المجتمع شايفها ضعيفه ومكسوره الجناح. دي مش بس امان، دي امان وقوه وسيطره وكل حاجه. فاللي يقول لك ان الفلوس مش كل حاجه فهو ما جربش اصلا احساس ان يبقى معاه فلوس كتير، علشان ساعتها يعرف هي كل حاجه ولا لا. والنبي اصحاب ان الفلوس ما بتشتريش السعاده دول يمتنعون. ليه بقى الاستقلال المادي اصلا مهم؟ في حاله ان ما عندكش استقلال مادي كامل او حتى جزئي، فاي حاجه نفسك تشتريها هتعتبر مجرد احلام. يعني مش هتعرفي تعملي اي حاجه نفسك فيها او عاوزاها غير لما الشخص المسؤول عنك ماديا يقتنع ويوافق. في حاجات انت هتشوفيها اساسيه ليكي ولحياتك بس هو هيشوفها حاجات عاديه تتاجل لاجل غير مسمى. واهم حاجه هيحققها لك الاستقلال المادي انك مش هتبقي مضطره تقبلي باي وضع مش مناسب ليك. يعني مش هتضطري تتاقلمي مع حاجه بتاذيكي نفسيا وجسديا، ولا تكملي في حياه مش مبسوطه فيها. كم بنت بتتعرض للاهانه والضرب من اهلها وساكته وصابره علشان بيصرفوا عليها؟ كم ست برضو بتستحمل الضرب والشتيمه والاهانه من جوزها وما بترضاش تاخد خطوه الطلاق علشان برضو لما تتطلق مش هتلاقي حد يصرف عليها. هي بتفضل مستحمله لحد ما ربنا ياخده، ساعتها بتبتدي تشم نفسها شويه بس يكون خلاص العمر عدى وراه. لو عندك شغل بيجيب لك فلوس ويوفر لك احتياجاتك، ساعتها مش هتقبلي باي وضع بيأذيكي نفسيا، مش هتستحملي ولا الضرب ولا الاهانه ولا الشتيمه. لما تبقي بتشتغلي وبتصرفي على نفسك، ساعتها مش هتحسي انك مديونه لحد ولا انه ليه فضل عليكي ومضطره تقولي له حاضر ونعم على كل حاجه. ما انت اصلا ما بيبقاش عندك اختيار انك تقولي لا، لانه غالبا بيبقى كسر عيني. ساعتها برضو ما فيش حد هيضحك عليكي ولا بخروجه حلوه ولا بهديه غاليه، ما انت كده كده مكفيه نفسك. مش هتخافي ان الباب يرن ويجي لك اوردر اونلاين وهتفتحي الباب بكل ثقه ومحدش هيبقى ليه عين يتكلم. طول ما معاكي فلوس فانت قويه وواثقه من نفسك، ومش مضطره ولا تقولي حاضر ولا نعم علشان خايفه ان المصروف يتقطع، ولا انك تعيشي في دور انا بطاطا تحت رجلك دوس عليا عادي. وطبعا خدعوك فقالوا ان الست بتتغير لما القرش يجري في ايديها. انت لو بتعاملها كويس وواثق في نفسك ومش بتغير ان هي ست ناجحه جنبك، هتتغير عليك ليه؟ بطل انت بس تطلع عقد ناقصك عليها وهي مش هتتغير معاك. وبالمناسبه الست معطاءه وممكن ينولك من الحب جان، ما احنا مش زي ناس اول ما يبقى معانا قرشين زياده نروح نتجوز ونخون. ازاي بقى نحقق الاستقلال المادي اللي بنقول عليه ده؟ نفترض ان ما عندكيش وظيفه بمرتب ثابت او حتى مشروع صغير بيجيب لك دخل ولو بسيط، ولا عندك فلوس في البنك بتجيب لك دخل شهري، ولا اي مصدر خالص بيجي لك منه اي فلوس. وقتها لازم تقومي وتتلحلحي من مكانك وتقومي تدوري على شغل. وعلى فكره مش لازم شغل يكون متفصل على مزاجك انت، اشتغلي الاول وبعد كده هيجي المناسب ليك. الحمد لله اشتغلنا وبقى معانا مرتب ثابت كل شهر، لازم نحدد اولوياتنا بقى ونحط ميزانيه ما ينفعش نخرج عنها، والميزانيه دي بقى هنصرف منها والباقي هيتشال على جنب. الدنيا هتبقى صعبه في الاول بس صدقيني واحده واحده هتتعودي على ده والموضوع هيبقى سهل. بطلي تشتري بالكريدت كارد وبتفضلي مديونه، لان انت كده هتفضلي تسدي في الكريدت كارد ومش هتكوني عملتي اي حاجه. نغمت بقى انا نفسي اشتري ايه علشان افرح نفسي، لازم نستغنى عنها شويه، ما احنا عايزين نستثمر ونحوش فلوسنا. وخليكي متاكده من البدايه ان خطوه الاستقلال المادي دي هتيجي واحده واحده، يعني محتاجه شويه وقت وصبر كده، ما تستنيش ان هي تحصل في يوم وليله. اقري وتعلمي واسمعي كلام المتخصصين ازاي تعرفي تستثمري بالفلوس دي علشان ما حدش يشاركك قراراتك زي ما قلت لك قبل كده. ممكن تستثمريها في ذهب او كورسات ليها علاقه بتطوير شغل، ممكن تفيدك في ترقيه او انك تروحي مكان احسن، او انك تعملي مشروع صغير خاص بيكي انت. ولو عاوزه تعرفي اكتر ازاي تستغلي الفلوس اللي معاكي حتى لو مبلغ بسيط، تانيين الحلقه اللي جايه.